اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض كده روتين يومي هنعمل فيه بقى حاجات شوية حاجات حلوين يعني. هنطبخ وهنعمل وهنمسح وهنعمل حاجات كده اهوت. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة كده اهوت ان انا هعمل الاكل بتاعنا. هبدأ بيه اللي هو الكرشة كده اهوت. مطلعاها كنت جايباها متنضفة وكل حاجة، وكنت غسلاها بالخل وبالجنزبيل عشان ما يبقاش فيها ريحة خالص. وطبعا شلتها في الفريزر. اما جيت عشان هنعملها على الاكل فبطلعها كده اهوت واغسلها برضو غسله كويسه، واحطها على النار بقى، اسلقها الاول وبعدين نبقى نطبخها ونشوف هنعمل فيها ايه. تمام. حطينا عليها طبعا الفلفل الاسمر، فلفل اسمر حب، والورق لورا وقرفه. وما يبقاش فيها حاجه، ما يحطش قرفه بس اللي هو مطحونه عشان ما تعملش فيها الشكل كتير. ونحطها كده بقى على النار لحد ما تستوي. طبعا انا سبتها على النار هي تستوي وانا خلصت الشقة كلها وخلصت حاجتي. بس بدأت اول حاجة بالحمام كده، اعزكم الله. نبدأ وبس كده اهوت نغسله كده مع بعض نشوف. يعني انا ما عملتش الحاجات دي قبل كده، فلأول مرة كده اهوت تشوف الحاجة دي كده هتعجبكم ولا لا. حطيت هنا اهوت في الطبق حطيت فيه المسحوق اللي انا حطيته كان اوكسي، عشان اوكسي ريحته حلوه قوي، بتبقى ريحته جميله وبيخلي ريحه كده زي الورد كده في المكان. وفي نفس الوقت عشان انا الحمام بتاعي غامق، مش بحب ان انا اغسل بالصابون السائل او الحاجات دي كده اللي هو فري. انا عشان انا بستعمل فري، ما اغسلش بيه عشان ما يغيرش، يعني اللون بيبقى غامق، فالمسحوق عندي افضل يعني. حطيت عليه كلور وعملت بالميه السخنه قوي، يعني خليت الميه سخنه عشان تبقى فيه رغوه جامده، لان انا بحب الرغوه تبقى شديده كده على الحاجه. وبس كده اهو بدأنا بقى ان احنا ان انا غسلته كده كله، وخليت ابني هو اللي يصورني. وما شاء الله عليه، يعني بدأ ان هو بيصور حلو. هنا هو رحت حطيته بقى في الطبق بالمقشه كده، اجيب الحتت اللي هي الفوق اللي انا مش طايلاها. بس الغامق ده كله انا بغسله بالسلكه تاني، يعني انا بغسله بالمقشه كده اهوت، وبطلع للسقف فوق والكل الفاتح ده، لان الفاتح مش بيبان عليه حاجه يعني. ولا بيبان عليه صابون ولا بيبان عليه حاجه يعني، عشان بعد كده اللي يجي يوضب بيته او كده اهوت محدش يجيب الحاجه الغامقه تبقى الجزء اللي تحت بالذات في الحمام ما يبقاش غامق خالص، لان الغامق بيبان فيه اي حاجه، اي صابونه بتبان عليه. استعمال الصابون بتبقى فيها تجير كده، بيبقى عايز تنظيف طول الوقت، وتنظيف بيبقى متعب مهلك كمان. فربنا يعيننا كده يا رب. وهنا هو بدأت ان انا اغسله، مع بعملوش كمان السلكة اللي هي الناعمة، السلك بتاعنا لا، لازم اللي هي السلكة الجاهزة ديت، اللي هي مش بالصدق، بتبقى خشنة كده اهوت. هي دي بقى اللي بتمشي بقى معايا، عشان طبعا الناعمة دي بتدي معاكي في الحمام لما بتغسليه او الحوض او اي حاجة يعني، حتى بتستعمليها معاكي فبتدي فتافيت كده اهوت. تيجي تاني يوم تلاقيه عاملة صدى في كل حتة يعني، مش بتعرفي ان انت تتخلصي منها بسهوله في التشطيف وفي الحاجات دي. خلاص غسلنا كده اهو بقى الحمام بتاعنا، وغسلته كله بالمقشه لحد ما يلمع، يعني انا بفضل ادعك فيه لحد ما الاقي مفيش نقطه صابون. والحمد لله ان انا مش بستعمل الفلاش ولا الحاجات دي، عشان الفلاش والحاجات دي بتعمل حساسيه، وبيعمل حساسيه على الصدر وحساسيه جلديه كمان، فما بستعملهوش يعني. يعني لو لقيته بقى للضرورة قوي 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 يعني اضطريت ليه، بس انا الحمد لله مش بضطر ليه، لاني مش بسيب ان الصابون يجير كتير على الحاجة. بس فعلا نصيحة كده مني، محدش يعمل حمامه بالالوان الغامقة دي خالص يعني. بيجير جامد يعني. الالوان الفاتحة هي سيدة الالوان في كل حاجة يعني، في الأرضية، في الحمامات، في أي شيء، في المطبخ، كل حاجة دي بتنور. الألوان الفاتحة بتنور أوي. خلاص هنا كده خلصنا الحمام بتاعنا، وهنبدأ في المطبخ بقى. دخلت على المطبخ عشان ان انا اخلص كمان في مواعين مكان ما هرص بقى المواعين الموجودة في الحوض اللي هي كانت بتاعة الفطار وكده اهو. وبعد كده نبدأ ندخل في الغدا. مش هقف اغسل وكده اهوت، عشان غسلت بقى الحمام وعملت البيت وكده اهوت وبخرته بقى طبعا. بس في حاجات كتير كده ما صورتهاش. خلاص كده اهوت هنرصها كده. فضيتها كانت ما كان فيها مواعين نظيفة، فانا طلعتها وحطيتها في مكانها، وبحط اللي هو كان في الحوض بشطفهم بقى شطفة صغيرة كده، وبحطهم في قلب الغسالة. بركنها برضو ان انا مش شرط ان انا اشغلهم على الحبة الصغيرين دول، انا بسيبها لحد ما اكملها وبعد كده بشغل عليها مرة واحدة. تمام.
خلاص بقى كده اهوت احنا هنخلصها ونبدأ بقى نخش في الاكل بتاعنا. هنعمل بقى الوصفة بتاعتنا تشوفوها بقى كده وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. كده خلاص انا بقفل عليها وبسيبها كده. خلاص كده البص اللي هي الكرشه بتاعتنا خلصت اهي، استوت يعني انا سبتها ونسيتها كمان. وطيت عليها النار وسبتها يعني على بال ما خلصت كل اللي حواليا، كل حاجه خلصتها في البيت. وبعد كده رحت داخله عشان ان انا اعمل الاكل عشان ناكله جاهز سخن. يعني العيال بتبقى جايه من الدروس والواد جاي من النادي ولسه جوزي هيجي من الشغل، الكلام ده كله بتبقى الدنيا متاخر قوي على بال ما بناكل. فبعمل براحتي خالص، بس عشان خاطر اعمل براحتي ان انا الاكل يطلع سخن جدا، يبقوا بياكلوه سخن. ان انا عيالي كلهم بيحبوا الاكل سخن، ومش بيحبوا الاكل اللي هو يبقى اتعمل وسوتيه وسخنتيه، مش بيبقى حلو، مش بيستطعموه. ده الاكل ده بقى بيقعد معايا. لكن لازم ان انا اعمل الاكل قبل ما هم يجوا على طول، اكون حاطه كل حاجه على النار كده بتستوي، يكونوا موجودين والحاجه بتستوي على النار. تمام كده خلصت جبت كده الكرشه، طلعتها غسلتها تاني، طلعت منها الحاجات اللي فيها دي كلها، وبقطعها بالشكل ده كده. قطعها قطع صغيره بحيث ان كل واحد تطلع معاه معلقه الخضار ومعاه معلقه من الكرشه. فطبعا عيالي كلهم زاحوا الكرشه خالص على جنب، واكلوا الخضار واكلوا البصل وسابوها هي خالص. هقول لكم بقى في اخر الفيديو انا عملت فيها ايه، بس انا ما صورتوش يعني. انا بعد ما قعدت يومين كده في التلاجة محدش رضي ياكل الكرشه نفسها، واكلوا الخضار بتاعها لكن ما رضوش ياكلوا اللي فيها، ما رضوش ياكلوها هي نفسها. هقطعها بقى، انا قلت ان انا اقطعها لهم صغيره كده اهوت عشان تبقى كده مع كل معلقه كده تبقى ايه، طالعه خضار مع حته اللحمه مع كده اهوت، بتبقى إيه يستمتعوا كده بالاكل. لا قالوا لي لا مش عايزينها. هنا حطيت زيت وحطيت الحبهان بودره اللي محطوطه ده حبهان بودره عشان ما يبقاش فيه ريحه خالص. هي ما كانش فيها ريحه نهائي يعني، الريحه دي ما كانتش موجوده اصلا. نزلت عليها كده ببصل قوارمه، عملت البصل الصغير كده، لقيت اصغر بصل عندي ورحت عاملاه عشان هم عيالي بيحبوا البصل قوي. فعملته كده، حتى انا بزوده في الشوربه، في شوربه السمك، في الشوربات كلها انا بزود السمك الصحيح كده اهو، قصدي البصل الصحيح كده. حطيت عليه قرن فلفل كده قطعته يديني ريحه حلوه، يديني ريحه حلوه كده وانتي بتقلبي مع البصل مع الكرشه مع فصين توم كده. انا حطيت فصين توم هم يعني نص معلقه من التوم كده اهو، حطيتهم وقلبتهم بالشكل ده، بيدي ريحه حلوه. اهدي بقى المكون التاني دوت، كانت كوبايه، عملت نص كوبايه من الحمص عشان الحمص لما بيتنقع ويكمل تسويته كده بينفش قوي. فحطيت نص كوبايه من الحمص، نقعتها في الميه من بالليل. انا عارفه من بالليل ان انا هعمل الاكله دي، فنقعت الحمص من بالليل وقمت الصبح كملت عليه تسويته، كان دايب دوب في قلب هنا. هي نقعي بس انا ما سويتهوش يعني ولا عملت له حاجه، انا سويته في قلب الصلصه كده. هو حط قلبته بقى شويه كده هو مع الزيت ومع البهارات بتاعته والحاجات دي، قلبت شويه وبعد كده نزلت عليها بالصلصه وخلاص على كده. ونسيبها بقى تستوي خالص خالص يعني. نبدا بقى نعمل شويه رز جنبها، رز بالشعريه. الزيتون حمر بقى شويه الشعريه كده جنبها، ونعمل شويه رز حلوين يبقوا ريحتهم كده ايه مفحفحين. الرز بالشعريه بصراحه يعني اهم حاجه دي بتبقى موجوده عندي جنب الطبيخ، اهم حاجه الرز بالشعريه. ادي بقى الكرشه بتاعتنا بعد ما استوت اهي، بصوا المنظر لسه على النار اهي. دي كده يا دوبك الرز يخلص اروح هي غارفين الاكل على طول، لان ما فيش حد بيستحمل ان هو ياكل الاكل وهو بارد وهو بيستخن تاني يعني. اهو المنظر بتاعها طلعته لكم كده. يا رب الوصفه دي تعجبكم ان شاء الله، هتعجبكم وهتعتمدوها وتعملوها احسن من الحمص اللي هو الحمص التاني اللي احنا بناكله كده بنقزقزه مع اللب. انا بشوف ناس بتحطه على الكرشه، واتعزمت عليه بره قبل كده بس ما عجبنيش بصراحه. بس كده خلاص الشعريه اتحمصت وحطيت عليها كوبايتين رز، ونسيبها بقى تستوي مع نفسها. ونعمل بقى طبق سلطه جنبها حلو كده اهوت، يبقى الوجبه كده اكتملت على الاخر. بحسها ان الوجبه دي سهله زي وجبه الكفته، والكفته برز، الكفته برز دي بتبقى بالنسبه لي سهله جدا واكله سريعه جدا يعني، وبحبها جدا يعني، احب ان انا اعملها. حتى هبقى اعملها معاكم برضو، مش عارفه عملتها في القناه ولا لا، بس هبقى اعملها معاكم ان شاء الله مره تانية.
ابقى اصورها. يعني انا على طول بعملها بس مش بصورها، يعني بقول ايه ممكن اكون نزلتها او وصفة سهلة، مش شرط ان انا ايه انزلها وكده اهو. بس ان شاء الله هنزلها، ان انا جبت دقيق الرز ومخليه موجود عندي حتى علشان ان انا اعملها دايما. يعني انا اللي بيخليني ما اعملهاش على طول ان انا المطحنة مش بتطلع الرز مطحون قوي، مش بتطلعه ناعم. وكنت بطحن الرز بره عند العطار وكده. ما دلوقتي ما عادش فيه بقى مكان الطحانة والكلام ده كله. فانا جبت بقى الرز مطحون جاهز بقى، لقيته المعلب كده اهوت، دقيق الذره ودقيق الرز وكل دوت حاجات كده جاهزه زي ما هي، فجبته علشان ان انا اعمل الوصفه دي على طول. هنا خلاص هنبدا بقى، خلصت كده الاكل بتاعي، فبنضف بقى شويه الحاجات اللي هي مش بتخش الغساله. زي البلانشه كده الخشب دي مش بدخلها. البلاستيكات دي كبيره برضو، يعني مش مستاهله ان انا احطها تاخد مكان ولا حاجه. يعني خلينا تاخد الطباق والحاجات اللي هي الرفيعه، بتاخد وقت معانا وميه كتير وصابون كتير وكده، تبقى سهله خالص فخدنا بقى الحاجات اللي هي الصواني الكبيره والحاجات اللي مش هتنفع كده. يا رب كده اعملوا لي لايك للفيديو. انا نسيت اقول لكم في البدايه، بس يعني معتمده ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر كده اهوت وتسمعوني وتحطوا اللايك الحلو بتاعكم. تمام كده بقى، نشطب بقى كل المواعين كده اللي ناقصه معانا عشان نطلع من المطبخ واحنا نضاف كده، مفيش اي حاجه ورانا. فمش باقي غير شويه الطباق اللي هناكل فيها، دول هيتروحوا محطوطين في الغساله. او اللي ما عندهوش غساله بيغسلهم على طول كده، وواقف بتخلصي حاجتك كده على طول وانت واقفه. مش ناس كتير تطلع من المطبخ والمواعين بتجري قدامها، مواعين المطبخ واللي هي استعملته تلاقيها بتجري قدامها طالعه قدام منها كده. طب ليه نخلص حاجتنا مره واحده كده اهوت على طول ونخلص وبنريح دماغنا وبنرتاح. تبقي قاعده مرتاحه كده اهوت. حتى بقى خلاص مادام قعدتي بتحسي بالسقعه خاصه في الشتاء، مش بتحسي ان انت، لكن طول ما انت شغاله مش حاسه بان فيه ان انت سقعانه ولا في جو برد ولا الكلام ده كله. هنا الكاتل بتاعي كان عامل قشره بيضه كده اهوت، فحبيت ان انا اغسله واوريكم الطريقه اللي انا بغسله بيها. انا بملاه ميه كده اهو، بحط عليه شويه خل وبحطهم يغلوا على النار. هي مجرد ما بتغلي كده اهوت بيروح الماده البيضه اللي هي موجوده في من تحت دي بتروح طالعه. وبعدين ببدا ان انا اغسله. دي الكيكه اللي انا عملتها معاكم اللي هي لسه منزلاها، كانت بايته بقى، باتت عندنا لتاني يوم ولا تالت يوم، ما كانتش تاني يوم لاني مصوره تاني يوم على طول. ودولت اللي كانوا باقيين حطيتهم بقى كده في طبق، وعشان افضي البايركس عشان اعمل فيه مره تانية. خلاص بصوا شفتوا بقى طلع ازاي. بدلقه بقى في الحوض، احب ادلقه ميه سخنه في الحوض عشان الحوض يبقى سليك على طول. هغسله بقى بالليفه عشان البايركس بتاعه يلمع كده، هو يبقى بينور. من وقت للتاني ان انا بقى بمشي عليه الليفه، مش شرط ان انا اعمله كل مره بالخل، يعني بالسبونشه كده اهوت، وبروح ماشيها عليه من جوه بيطلع على طول. يعني اللي هي الجير الابيض دوت على طول بيطلع، برغم ميه متفلتره، بس برضو ان هو بيعمل ميه الجير ده، ماده الجير دي. خلاص بقى كده، بص النظافه بقى شكله شكله جميل. السلطه بتاعتنا بقى نحط لها الليمون بتاعها. وانا عندي بقى حاطه في برطمان كده لوحده، حاطه ملح بشطه بكمون، ده للسلطه وللسمك. عشان لما تبقي قاعدين كده بناكل السمك بنبقى محتاجين شويه ملح ولا حاجه، فنحط شويه ملح بشطه بكمون، دول معمولين اصلا للسمك والسلطه على طول. يعني معتمده اما البرطمان لوحده كده تحقيق السلطه، عشان مش هحط كل شويه معلقه من الكمون، معلقه من الملح، معلقه من الشطه، لا، التلاتة كده على بعض وروح رشهم على طول، يبقى حيقت بيهم كان سمك او ان كانت السلطه او الحاجات الخفيفه اللي انت بتحبي تعمليها. هنا الرز بتاعنا هو طالع مفلفل وجميل. ودي بص بقى الحوت بقى بتاعنا، يلا نغرفه بقى كده اهو. انا اللي بيحبوا البصل جدا جدا، يعني يحبوا ان انا اعمل لهم الاكل فيه بصل دايما. اذواق بقى، في ناس بتحبها وفي ناس مش بتحبه، فبس هي البصل الاورمه او صينيه بصل لوحدها او محشي البصل بيبقى جميل جدا. ادي بقى الوجبه بتاعتنا كده اهوت، السلطه والرز. وحطيت كان عندي بقى كنز كده اهوت، رحت حاطه لهم بقى جنب منه عشان افتح نفسهم يعني.
ان هم كانوا معترضين تماما على الاكله دي، بس انا قلت لهم جربوها. يقولوا لي انت عايزه تصوري وخلاص. قلت لهم جربوها بس وخلاص، وريحوني كده اهو. بس هم حاولوا ان هم يجربوها ويريحوني انا، فراحوا اكلين الخضار بس وما رضيش ياكلوا الكرشه نفسها. وانا عملتها بقى، جيت في الاخر كده ما بيتت، رحت مطلعاها ومحمراها في السمنه ومطلعاها متحمره كده اهو، وعملتها سندوتشات. عملتها سندوتش كده اهوت، وحطيت عليه قرن شطه اخضر. كان حلو. عشان ايه اللي يلاقي حاجه زي كده تتبقى، حاولي ان انت تعملي اعاده تدوير للحاجه بتاعتك. عشان انا قلت هقول لكم في الاخر، اصل الفيديو دوت مش هيكمل معانا ومش هنلحق ان احنا ايه يكون في خلص الفيديو القطعه دي. هنا انا بعمل صينيه كيكه بقى في الاخر كده اهوت. بعمل لهم صينيه كيكه حلوه كده اهو. حطيت 3 بيضات، حطيت كوبايه سكر، حطيت كوبايه لبن. طبعا السكر والبيض ضربتهم الاول مع بعض، وبعد كده بحط عليهم الزيت، وبعد كده بحط عليهم نص كوبايه زيت، واحط عليهم كوبايه لبن، واحط كوبايتين دقيق. حطيت بقى شويه النسكافيه اللي انا حطيتهم في الاول دول، ضربتهم معاه عشان يدي بقى لون، يدي طعم، يدي اي حاجه. اللي حطيته اللي برشه على الوش ده دي شوكولاته شيبس. حطيتها كده على الوش عشان طبعا قهوه وشوكولاته بتبقى الاتنين ميكس ده حلو قوي. ولعت طبعا درجه الحراره على 180، 180 160 حسب درجة الحرارة البوتاجاز بتاعك. يعني البوتاجاز بتاعك واطي يبقى نعمله 180. لو درجة حرارته واطي، درجة الحرارة بتاعته عالية وشديد، بيعمليه على 160، علشان الكيكة مش بتحب تستوي مرة واحدة، عايزة تستوي على نار هادية. عشان لو هي نية من جوه هتهبط معاكي ومش هتبقى، مش هتترفع ومش هتبقى حلو. لكن انت تسويها على نار هادية كده وتديها حقها في السوى، هتفضل معاكي منفوشة كده وحلوة. هنا حطيت 3 بواكي من البسكويت، وحطيت عليهم كوبايه لبن كبيره. مش كوبايه، يعني يعتبر نص كيلو من اللبن، بس سخن جدا يعني يكون بيغلي. ورحت حاطه عليهم كوبايه من اللهم صل على النبي، كيس من اسمه ايه، الكريم كراميل. وحطيتهم بالشكل ده بعد ما صبيتها بالعسل. طبعا الوصفه دي هي مش هتتاكل دلوقتي لان عليها كريم كراميل، فلازم ان هي تبيت في التلاجة، يعني مش هتتعمل ان هي تتاكل في نفس اليوم. فبيتها طبعا وقمنا فطرنا بيها. ان دايما انا بحب الكيكه ان انا اعملها بالليل، نقوم نفطر بيها كده الفطار الخفيف كده، كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن، ومعاها خرطه كيكه. وبعد كده تبقي تفكري ان كنت تعملي فطار تقيل تقضوا بيه لحد مثلا، نقضي بيه لحد المغرب مثلا عقبال ما اعمل الغدا، او ان كنا هنتغدى على طول. فدايما انا بعمل الفطار حلو كده اهوت، عشان احنا بنقعد لحد بعد المغرب على بال ما بنتغدى تاني. وادي بقى كده الكيكه بتاعتنا. يا رب الفيديو بتاعي كله يعجبكم، وتبقوا استفدتوا منه يا رب. ويا رب كده اهوت اشوفكم على خير. بس لسه معانا تكمله في الفيديو. نقطع بس الكيكه ونشوف الشكل بتاعها ايه. هنا الكيس بتاعي اللي هو الكراميل بتاعي، الكراميل اللي هو طلع معايا اللي هو الاسود دوت، السكر المحروق، حطيته على الوش كده بالظبط. انتوا طبعا عارفين الكيس اللي هو بتيجي معايا. وادي بص الشكل بقى بتاعنا عامل ازاي. طلع كده كيكه بالكراميل، حاجه جميله. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير، سلام عليكم.